الحقيقة الشيخ ذكر سالفة الشيخ محمد العريفي الله يحفظه، وما حاولوا أن يثيروا عليه بقضية كلمة قيلت في محاضرة وألبسوها بلباس معين، وجاءوا للشيخ الفاضل صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وسألوه بهذا السؤال: إن ما قولك في داعية يقول كذا وكذا وكذا، وهو في شرح حديث لو جلد ظهرك وأخذ مالك، وان الشيخ قال ان هذا انما هو اذا كان على الافراد وليس على العموم وكذا. وجاءوا سالوا الشيخ وقال الشيخ ما يقول هذا صاحب هواء، وهذا خلاف مع اهل العلم، مع ان القول معتبر شيخ. ماشي، انا بجيك الان يعني حقيقه شيء سارسله الان من هذه القناه. وجابوا قضيه قولها على سوره التفاحه في سياق كلام لو اخذ في سياق لا اعرف ان لا هي سخريه ولا انتقاص. أنا أسجل يعني حقيقة رسالة تحية واحترام وتقدير للشيخ محمد العريفي يوم أن قطع الطريق على هؤلاء وذهب بنفسه للشيخ صالح الفوزان وقال يا شيخ صالح ترى الموضوع أعطيت إياه بغير ما هو الحقيقة، وأما ما نقل عني من موضوع الحديث يعني على خلاف تعرفون أهل العلم في ثبوته من عدمه واللفظ، فقال له أنا لم أقل هذا الكلام من عندي، بل هو قول الإمام النووي وقد ذكره في شرحه في الحديث على صحيح مسلم وانا نقلته. ثم الشيخ قال لا اذا انا ما قصدت انك صاحب هوى على الاطلاق، ولكن قلت من اراد هذا وبارك له هذه الخطوه وبين له قضيه تسميه السوره بهذا الاسم. انا اتمنى من الدعاة الذين نفع الله بهم ويعني هدى الله على ايديهم الكثير ولا يزالوا يعطون ان يقطعوا الطريق على من يلبس على الناس حقيقة نصاعة دعوتهم ونفعها بها. فاذا جاءت مسألة فيها لبس فلا بأس بالذهاب للعلماء وبيان القضية حقيقتها، لان هذا انا اظنه سيقطع القضية من جذورها، وهي رسالة في نفس الوقت الى المشغبين الذين يريدون يشغبون على الدعاء والمصلحين باشياء تسعهم ويسع يعني الناس غيرهم. شيخ طارق، اصول العقل